يا صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش واول مره يشوفني. انا لونا. تابعوني على قناتي واعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. لو مستعجله وعايزه تعملي بقى احلى صينيه فراخ كده على طول ومش هتاخد معاكي 10 دقايق وهتلاقيها استوت، شويه رز جنبها وسلطه خضراء وكده تمام قوي. اسهل صينيه فراخ تعالوا اقول لكم على طريقه بعملها بيها وبتجنن، طعمها خطير جدا، حلوة قوي بالطريقة دي. تعالوا اقول لكم بعملها ازاي، يلا بينا. اول حاجة هنحضر الصوص اللي بيحط فيه الفراخ اللي هنحطه على الفراخ ونتبلها بيها. هنجيب بقى بولة كده. اول حاجة هستخدمها صلصة، كيس صلصة. انا هعمل 4 وراك. طبعا لو هتعملوا اكتر فراخ اكتر هتزودي في الصوص اللي انا الحاجات اللي انا بحطها. فانا هنا استخدمت كيس صلصة واحد وحطيت الملح بتاعي طبعا زي ما انتوا عايزين، وضفت معلقة صغيرة من التوم باودر ومعلقة صغيرة من البصل باودر وشوية فلفل اسود، يعني ربع معلقة فلفل اسود صغيرة. كل الحاجات اللي انا بستخدمها دي بالمعلقة الصغيرة، ومعلقة من الكركم ومعلقة من البابريكا، ومعايا هنا صويا صوص. يعني اللي انا نزلتهم دول معلقة، يعني مقام معلقة، ومعلقة دبس رمان. عايزة اقول لكم الخلطة دي والصوص ده فظيع بجد، بيخلي الفراخ ليها طعم خطير. وهنا بقى بضيف معلقة صغيرة من العسل. لو مش متوفرة مفيش اي مشكلة، المكون ده مفيش اي مشكلة عادي. وبضيف معلقة من السبع بهارات ورشة خل كده، يعني بمعلقة خل كبيرة، وشوية زيت صغيرين، يعني معلقتين زيت كبار. انا بقول لكم بالظبط اهو. وهستخدم ليمونة. اعملوا كل المكونات اللي انا استخدمتها دي، هتطلع معاكم بجد الفراخ طعمها خطير. جربوها بس كده وهتقولوا لي رأيكم، انا متأكدة ان هي تعجبكم. هقلب بقى كل الحاجات القمر دي. وهنا هستخدم بصلاية وفلفلية. طبعا عندك فلفل الوان، عندك فلفل حامي ضيفي زي ما انتوا عايزين. بقطع البصل عادي عشوائي مكعبات عادية، مش صغير، بايدي كده. انا مقطعه هنا فلفل اخضر وبصل، بس ما كانش عندي فلفل الوان مع اني بحب احطه دايما. بس الفلفل لو عندكم فلفل حامي كمان ضيفوه، هيخلي ليها طعم برضو مختلف. بس عامة الطريقة دي اعملوها بالظبط، هتلاقوا صينية فراخ بجد كده خطيرة. الكل هيسألكم انتوا عملتوها ازاي. وهضيف بقى كده الفلفل بتاعي والبصل وهقلبهم بالصوص اللي انا عملته. انا هكون غاسله الفراخ قبلها ومصفياها، نغسل طبعا الفراخ كويس جدا ونصفيها. وبجيب بقى صينيه عندي هنا وببتدي ارص فيها الوراك بتاعتي. طبعا لو انتوا حابين تعملوا بالصدور او وراك عادي، دي فراخ بيضة، دي ما تنفعش مع الفراخ البلدي. يعني شرط تكون هنا الفرخة تكون بيضة، علشان طبعا الفراخ البلدي بتاخد سوا للبنات اللي لسه متجوزة، علشان تبقى عارفة. ده كويس جدا الوصفة دي للفرخة البيضة. ببتدي بقى اوزع كده الخليط وبضيف عليها نص كوباية من المية. ما خدتش في ايدي على فكرة، ثواني. بحط بقى عليها كده معلقة حلوة من الزبدة او السمنة، اي مادة دهنية تديها كده طعم يعني. وبحطها على البوتاجاز وبغطيها يا بنات على نار عالية. وخدوا بالكم علشان ما تتحرقش لانها بتستوي بسرعة جدا. بعد ما بتستوي معايا بعد كده عليها بدخلها تحت الشواية، مفيش 5 دقايق وبتبقى بالشكل ده، ريحة وطعم تجنن. جربوها بالطريقة دي وقولوا لي رأيكم في الكومنتات.